لو حابب تتخصص في اي مجال او في اي كارير وحابب تبدا فيه از فريلانسر، فمهم جدا 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 انك تهتم بحاجه اسمها بيرسونال براندنج، انك تشهر نفسك في المجال ده وتبدا تعرض خدماتك بشكل بروفيشنال. عشان كده في الفيديو ده هنبدا نتكلم مع بعض على اولى خطوات البيرسونال براندنج، وهي حاجه مهمه جدا اسمها البراند ايدنتيتي او انشاء الهويه البصريه الخاصه بيك. طبعا انت بتعامل معاك اكنك براند عادي جدا، براند بشتغل معاه. فلو انت حابب تبدأ تتواجد اون سوشيال ميديا علشان تبدأ تشهر نفسك، فمهم جدا انك تحول الاكاونت بتاعك من فيسبوك ل بروفيشنال اكاونت على فيسبوك. مهم جدا انك تحول البروفيشنال اكاونت بتاعك لانستجرام. مهم جدا انك تبدأ تعمل بروفيشنال اكاونت على لينكد ان. دول اهم 3 منصات تبدا تعتمد عليهم بشكل كبير في شغلك. ويا سلام بقى لو انت اهتميت كمان بانك تاد كونتنت او تاد فاليو على تيك توك اكاونت بتاعك. مهم قوي ان انا ابتدي اد فاليو بطريقه خبيثه شويه. يعني ايه خبيثه؟ يعني بكل بساطه ان انا بعرض لك الخدمه بتاعتي عن طريق معلومات، عن طريق نصايح، عن طريق تيبس اند تريكس، بس في الاخر اقول لك انا بقدم كذا، انا اسمي كذا، انا بعمل كذا، وابقى تابعني. دي خطوة مهمة قوي ان انا ابدأ اثبت نفسي في دماغ العميل، ويبدأ لو هو عايز المنتج او الخدمة دي يبدأ دايما يفتكرني، لان انا على طول بقاد لي فاليو فور فري. عشان كده مهم قوي انك تدخل على جروبات الفيسبوك وتبدأ تقول للناس يا جماعة انا بقدم 1 2 3 4، لو حد محتاج الخدمة دي يا جماعة انا هكلمكم النهاردة عن طريق مثلا تكنيك معين بستفاد منه في شغلي، وتبدأ تحكي التكنيك بتاعتك. وفي الاخر لو عايز تعرف معلومات اكتر ابقى تابعني. تحكي مثلا كيس ستادي عندك، طبعا تكون حقيقية، بتبدأ بقى تعرضها ككونتنت وسكرين شوتس علشان تعرف الناس ان انت مسكت بروجكت من 0 ليفل ووصلت معاه لليفل تاني اعلى. فكل ده بتقدر تعمل من خلاله براندنج وتبني ايمج لنفسك بطريقة كويسة قدام العميل. عشان كده لو انا محتاج المنتج او الخدمة دي هجري عليك على طول، لانك دايما قدامي، دايما انا بشوفك، دايما بشوف انك بتحقق نجاحات. ودي اول واهم خطوة في مراحل البيرسونال براندنج.